مشاهدينا، تثبت المواقف الصعبة دائما أن الحدود الجغرافية تذوب أمام روابط الأخوة الإنسانية، وهذا ما تجسد حرفيا في شوارع أمريكا عندما تضامن مغني الراب المغربي الأمريكي فرانش مونتانا مع نور الدين بطاط، وهو سائق تاكسي جزائري تعرض لاعتداء وحشي ليعيد إليه حقه ويبعث رسالة تضامن قوية. كيف بدأت القصة وكيف انتهت أنا رح أخبركم. في ليلة صاخبة بمدينة نيويورك خرجت جماهير نادي نيويورك نيكس لكرة السلة إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم، لكن الاحتفالات مثل أغلب الاحتفالات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وفوضى عارمة في الطرقات. في تلك الأثناء كان السائق الجزائري المغترب نور الدين بطاط يمارس عمله اليومي على متن سيارة الأجرة الصفراء يلي له. فجأة حاصرته الحشود الهستيرية، صعد عشرات الشبان فوق سقف سيارته، بدأوا في تحطيم الهيكل والزجاج بالكامل. الأمر لم يتوقف عند تدمير السيارة، بل تعرض نور الدين للاعتداء الجسدي والسحب من رقبته ليجد نفسه بلا مصدر رزق، يعاني من كدمات وصدمة نفسية حادة. الكاميرات وثقت، الهواتف وثقت الحادثة الصادمة هذه. انتشر مقطع فيديو تدمير التاكسي والاعتداء على السائق كالنار في الهشيم، طبعا على منصات التواصل الاجتماعي. أثار المقطع موجة غضب عارمة وتعاطفا واسعا مع السائق. وصل مقطع الفيديو إلى مغني الراب العالمي ذي الأصول المغربية فرانش مونتانا. تأثر الفنان بالواقعة وقرر ألا يكتفي بالتعاطف الشفهي. شو عمل؟ قام بالتعاون مع تحالف عمال التاكسي في نيويورك لإطلاق حملة تبرعات رقمية واسعة تهدف إلى تعويض السائق الجزائري. فعلا شهدت الحملة استجابة إنسانية سريعة نجحت في جمع مبلغ ضخم قدره 75 ألف دولار أمريكي. لم يتوقف دعم فرانش مونتانا عند هذا الحد، بل أخذ على عاتقه أكثر. أعلن التكفل بجميع مصاريف معيشة نور الدين وعائلته لمدة 6 أشهر كاملة، وذلك لضمان عودته للحياة الطبيعية دون ضغوط مالية. دعونا نشاهد. When I saw your story, it touched me. It touched me a lot because I remember my father was the same way when he came to America and he was trying to make a living for us. So it hit me in a different way than it hit other people. So I raised awareness to it. And my brother Zach reached out to me, and of course all the fans and everybody got together and they raised up $75,000 for you. Thank you so much. Thank you so much. And I will personally assist you until you get on your feet. So I'll make sure you're good until you get back. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. طبعا الموقف إنساني وأخلاقي. التقى النجم المغربي بالسائق الجزائري شخصيا، سلمه شيك المساعدة وسط أجواء مؤثرة. انتهت الأزمة بتحويل مأساة المغترب الجزائري إلى قصة تضامن، وأصبحت الحادثة نموذجا ملهما لروابط الأخوة التي تتجاوز الحدود الجغرافية. التلفزيون العربي.